بسرعه جدا، يوم بيجيب اليوم، يوم بيجيب اليوم، والدنيا عماله تجري واحنا مش واخدين بالنا. لا انا مش عايزه اغلط نفس الغلط اللي انا غلطته السنه اللي فاتت، لا انا عندي حاجات كتير انا عايزه اعملها، وعايزه كمان اتجنب الاخطاء والحاجات اللي انا وقعت فيها السنه اللي فاتت، ونبدا بدايه جديده. لا خلاص السنه دي انا هبدا فيها بدايه جديده، مش عايزه الدنيا تفلت مني زي ما فلتت مني السنه اللي فاتت. انت كده مريت بنفس المرحله اللي انا مريت بيها، وبيبقى عندك خوف انك انت تبدا بدايه جديده لان عندك فشل انت مريت بيه قبل كده. الفشل ده عباره عن ان انا كان نفسي اعمل حاجه والحاجه دي انا معرفتش ان انا اعملها، فبالتالي انا هعرفك انت بتوصل للمرحله دي ازاي، وهعرفك ازاي ان احنا نتخطى المرحله دي وننجح في المرحله اللي بعدها. بس تابع معايا الفيديو. انت بتبقى عاوز تعمل حاجات كتير جدا، وبتبقى متضايق ان انت فكرت في الحاجات دي قبل كده وفشلت، ما قدرتش ان انت تكمل، فبالتالي انت بتقرر ان خلاص الشهر الجاي او السنه الجايه انا خلاص قررت ان انا هبدا كذا كذا كذا، او من بكره انا قررت ان انا هعمل الحاجات اللي انا كنت عاوزها. فبالتالي بقعد اعمل ايه بقى؟ اقعد كده واظبط نفسي كده واستعد، واقعد ارتب كل الحاجات اللي انا كنت عايزه اعملها. عندي مثلا كم مهمة المفروض اعملها، وليكن عندي 10 مهمات. عايز اروح الجيم، وعايز اظبط جسمي عشان ابقى يعني رياضي وكمان وصحي، وعايز ارتب دراستي وانسق الجدول بتاعي، ده امتى وده امتى، امتى اخرج، عايز كمان اشتري لبس جديد واظبط الدنيا واعمل نيو لوك جديد، ويعني احاول ان انا ابقى ابديت. وبعدين هو انا هفضل طول الوقت كده اخد مصروف من اهلي؟ لا 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 لا، انا عاوز اعمل مشروع، واعمل المشروع دلوقتي علشان لما اخلص الجامعه بتاعتي يبقى انا مشروعي كبر وما اعتمدش على حد، وعايز وعايز وعايز، ويبقى في اكتر من صوت في دماغك. الاصوات الكتير اللي في دماغك دي تبدا ان هي كلها تتكلم معاك في وقت واحد، ويبقى عندنا طاقه من الحماس ما حصلتش، تهد جبال، وبالتالي الطاقه دي بتبقى موجوده وزي الفل. فعلا ندخل على الميعاد اللي احنا قررنا فيه ان احنا هنبدا البدايه الجديده. يعدي يوم واثنين وثلاثه واحنا سلوكنا اكتر من رائع، وقادرين ان احنا نحرك الحاجات كلها في ايدينا، وبنعمل كل المهام في وقت واحد. كمان 10 20 يوم 30 يوم مش قادر، اليوم مش موفر لي المجال ان انا اعمل كل المهمات في وقت واحد، انا مش عارف اعمل كل ده في وقت واحد، فابدا بعد كده اعمل منهم 7، اعمل منهم 6، يجي لي بقى حاله كده من الاحباط. لا انا ما كملتش ليه؟ احنا كنا يعني احنا مش عايزين نغلط نفس الغلط اللي احنا غلطناه السنه اللي فاتت، لا، لان احنا لو عدنا نفس الاخطاء برضو السنه دي هتمشي بنفس الطريقه وما انجزناش حاجه. يبدا كده يجي لك حاجه من الاحباط، ويجي لك حاجه كده من الاحباط، لا انا ايه، لا انا مش عارف اسيطر، يعني مش عارف اعملهم كلهم مع بعض. يجي بعد كام يوم نلاقي نفسنا سقطنا اكتر، يعني خلاص بدل ما كنت بعمل 6 بقيت بعمل 4، بعد كده بدل ما كنت بعمل 4 الاقي نفسي بقيت بعمل 2، بعد كده الاقي نفسي ما بعملش اي حاجه خالص. وهنا ندخل في المشكله الحقيقيه اللي هي نحس ان احنا فشلنا. بالنسبة لي بعد ما الواحد كبر واكتسب خبرات من الحياة ودخل في دراسات عليا وخد أكتر من دبلوم وخد صحة نفسية وعلم نفس، ودخل وقرأ كتب عن الفلاسفة والصحة النفسية وتعمق في الماستر والدكتوراه واشتغل، وكبرنا للمستوى اللي احنا فيه بعد قراية الكتب والحصيلة اللي احنا وصلنا لها دي كلها، عرفت حاجة مهمة جدا، إن الوقت والأهداف والحاجات دي بتضيع بسبب التوقعات الكبيرة اللي بتبقى عندنا. بيبقى عندنا توقعات كبيرة وبيبقى عندنا أهداف بعيد. أنا عندي توقعات عالية جدا، ده أنا هخلص المنهج في 3 أيام، ده أنا لو أنا بدأت مشروع أنا أقدر أعمل مشروع من الصفر، على فكرة يعني أنا أقدر من لا شيء، وأقدر إن أنا أنجح، وأقدر أعمل أفكار مجنونة، وكمان انا محتاج ان انا اعمل نيو لوك، ومحتاج 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 ومحتاج، وعندنا توقعات عاليه جدا ان احنا هننجح في المجال ده وفي المجال ده وفي المجال ده، وبتبقى الدنيا جميله جدا. التوقعات العاليه الكبيره اللي اكبر من امكانياتي الحاليه، والاهداف البعيده قوي اللي انا ما خدتهاش على مهلي، هي اللي وصلتنا لحته ان المهام بتاعتنا تقع من ايدينا وما نقدرش ان احنا نقوم بيها كلها. ومره على مره على مره يبدا يجي لنا الاحساس ده بالياس والاحباط، وتبدا الامور تسقط مني وما اقدرش ان انا اعمل حاجه. طيب يبقى انا عندي توقعات كبيره جدا اكبر من امكانياتي هي اللي وصلتني للمستوى اللي انا فيه ده.
ان انا عندي حياتي كلها اصبحت عباره عن توقعات واحلام موجوده قدامي وانا مش عارف ان انا انفذها. طيب في كارثه تانية بقى، دي مش محتاجه لا كتب ولا دراسه ولا ماستر ولا دكتوراه، مش محتاجه حاجه خالص. اللي هي ايه؟ الموبايل. الموبايل اللي موجود في ايدينا طول الوقت. انت بتضيع كام ساعه على الموبايل؟ وقتك ده بيضيع ازاي؟ انت بتستثمره ازاي؟ انت خلاص هنتكلم بقى في حاجات تخص الموبايل بس مش دلوقتي. خلينا نتكلم على ضياع الوقت. انت ما تعرفش الموبايل بيعمل ايه، ده انا هقول لك بيعمل ايه اعلى من كده، بس اهدى عليا شويه. بعدين دلوقتي نشوف ازاي مع التوقعات الموبايل ده ضيع لي وقتي. انا قعدت اقعد نص ساعه جابت ساعه جابت ساعتين، احنا بنضيع جزء كبير جدا من وقتنا على الموبايل. فبالتالي مع التوقعات والموبايل والسوشيال ميديا اللي انا عماله اتابع هنا وهنا 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 ومشتت نفسي، راحت مني الحاجات اللي انا كنت عايزه اعملها، وتبدا نقع في نفس الخطا اللي انت وقعت بيه السنه اللي فاتت، وضاعت منك الدنيا والايام عماله بتجري وانت ما حصلتش حاجه، ما انتش عارف تحصل حاجه. طيب من غير كلام كتير ووش كتير، تعالى ندخل في المهم. هو انا غلطت كل الاخطاء دي ليه؟ انا عايزه العك ده كله ان انا خلاص اسيطر عليه. نعمل ايه بقى؟ في حاجات اذا عملتها اضمن لك ان انت تطلع من دايره الفشل وتدخل على دايره النجاح، وان الاحلام بتاعتك اللي كانت متعلقه دي تبقى على ارض الواقع. تعالى بقى نبدا باول خطوه. ايه هي اول خطوه؟ التركيز. انك تركز. انت لما جيت حطيت توقعات كبيره جدا لاحلامك، قلت انا هذاكر مش عارفه في قد ايه شهر، وهدخل الجيم وهعمل مشروع وهشتري سياره عملت حاجات كتير كتير كتير، وبقت اصوات كتير عماله تتكلم في دماغك. اصوات كتير انت هتسمع مين، هتوازن ما بينهم ازاي؟ مش هتعرف. انا محتاجه صوت واحد بس اركز عليه، احط قدامه كده عدسه مكبره كده واركز عليه. هو انا عاوز اعمل ايه؟ ركز على حاجه واحده. انا مش عايزه ال10 اللي انت عملتهم في الاول، انا عايزه حاجه واحده بس، واحط قدامها عدسه مكبره. هيظهر لي هنا بقى ايه نقاط القوه في المجال ده، وايه نقاط الضعف اللي ممكن تنزلني في المجال ده. فبالتالي الامور هتختلف معايا. هنعمل بقى زي ما قال كده ماركوس اوريليوس. قال ايه بقى الراجل ده؟ ده كان فيلسوف كبير. قال لك ان النجاح انت لا تحتاج الى قوه خارقه حتى تنجح، انت تحتاج عقل يعرف كيف يغلق الباب على الضوضاء. انا اقفل كل الاصوات واركز في صوت واحد وشوف النتيجه المبهره. ادي اول واحد. خلاص بعد ما انا ركزت وخلاص حددت انا عاوز ايه، ندخل بقى احقق ده ازاي. فعشان انا احققه ما تخشش عندي في الهدف الكبير، لا، قسم لي الاهداف لاهداف صغيره قبل للتحقيق. انا عاوز الهدف ده هقسمه لاهداف صغيره، يبقى الهدف الصغير اقدر احققه، احس بالنجاح وهرضي نفسي وهدخل على الهدف اللي بعده، وهكذا. في الحاله دي انا بقت الاهداف قدامي قبل للتحقيق، ووصلت للهدف الكبير اللي انا عاوزه، لان انا وانا ماشي ستيب باي ستيب انا قدرت ان انا اطلع السلم حبه حبه واتدارك ايه الاخطاء عشان ما اقعش واخد السلم من فوق لحد تحت. الهدف الثالث، اشغل مخي، اشتغل بذكاء. انا مش عايزه اتعب كتير، ما اقعدش اشتغل طول اليوم وطول الليل وطول النهار واحرق نفسي واتعب. لا، انا عايز استمتع بالحياه، عايز احس بالدنيا، عايز احس بشبابي. اعمل ايه؟ اشتغل بذكاء. اديك مثال، 2 طلاب، الاتنين الطلاب دول عندي، واحد بيشغل مخه وبيشتغل بذكاء، والتاني طول النهار عمال يذاكر وقاعد على الدراسه، ونلاقي في الاخر ان الاثنين حصلوا نفس النتيجه، بل اوقاتا اللي بيدرس طول النهار هو اللي بيتلخبط وهو اللي بيغلط عندي في الامتحان. اما التاني اللي كان بيشتغل بذكاء بيقعد يدور على افكار بديله يحفظ الجزء ده ازاي، يقعد يقول انا هحط دول في خريطه ذهنيه، طب انا هلم الجزء ده، طيب انا بدل ما اقعد اذاكر انا امسك الحاجات الاساسيه وافرعها عشان تبقى ملمومه في دماغي، وبعدين احاول افهمها عشان اقدر اتكلم. طيب انا هجيب القوانين اللي شبه بعض واقوم مرتبهم جنب بعض، ومن القوانين اطلع حاجات معينه. ده عمال يعمل سيستم مع نفسه كده ازاي يشتغل. ده بيشتغل بذكاء. طيب عشان اقوم بالموضوع ده، عشان اقدر ان انا اقوم بالجزء ده واعمل الخيارات والحاجات دي، انا محتاج هدنه مع نفسي. هو انا ايه اللي كان نفسي فيه وغلطت فيه السنه اللي فاتت ومش عاوزاه يتكرر؟ اعمل زي نظام المدارس بالظبط. هي المدرسه بتعمل ايه؟
المدرسة بتقيم الطالب وبتديله الامتحان مش علشان أعاقبه، يعني أنا مش بديك امتحان أعاقبك فيه، أنا بديك امتحانات شهرية علشان أنا أقيمك، واجي في الفاينل خلاص هو ده مستواك الحقيقي قدامي. فبديك هدنة من الامتحان، من آخر امتحان قصير أنت امتحنته لحد الفاينل. الهدنة دي عشان انت تقعد وترتب افكارك وتعمل الخرائط الذهنية وتعمل بلان محترمة، هبدأ ده امتى وهخلص ده امتى، واقدر اعرف بقى هو انا لما كنت بمتحن الاختبارات القصيرة اللي هي الاختبارات الشهرية، ده انا غلطت في كذا وكذا وكذا، ده انا غلطت فيهم ليه، ابدأ ان انا انتبه للخطأ ده عشان ما اقعش فيه في الامتحان الكبير. فبالتالي انا بديك الهدنة دي. انت بقى محتاج انك انت تقعد كده تعمل دراسة جدوى كده بقى مع نفسك، هو انا المشروع ده فشل مني ليه، والخطة دي فشلت مني ليه، ايه اللي انا اخطأت فيه عشان انا ما اعملهوش. تقعد مع نفسك كده قاعدة صح بيها اللي انت هتقدر تحدد انت عاوز تعمل ايه. اشوفك الفيديو اللي جاي ان شاء الله.